مفيش حد هيدخل حياتك وهو رافع يافطة بيقول لك فيها أنا شخص مؤذي جاي أستغلك وأكسرك وأضيعك. بالعكس، المؤذيين غالبا بيظهروا في أول الطريق بشكل مثالي بكلام حلو واهتمام يخليك تحس إنك أهم شخص في العالم. بس خليني أقول لك الحقيقة اللي علم النفس والاجتماع بيأكدوا عليها، السلوك هو المعيار الحقيقي مش الكلام. العلم بيقول إن الناس ممكن تتصنع المشاعر بسهولة، لكن من الصعب جدا يفضلوا محافظين على التمثيل ده لفترة طويلة. وده لأن الاتساق السلوكي مش سهل، والمواقف هي اللي بتكشف الأقنعة. يعني ببساطة اللي بيغرقك في الأول باهتمام زايد ممكن يكون بيحاول يكسب ثقتك بسرعة عشان يوصل لهدف معين، وقت الجد هتلاقيه أول واحد يتخلى عنك حتى لو كان بيوعدك كل يوم إن عمره ما هيخذلك. الناس دي بتعرف تلبس وشوش وبتعرف تقول الكلام الصح في الوقت الصح، بس أنت دورك مش إنك تصدق أي كلام يتقال وخلاص، دورك إنك تلاحظ، إنك تراقب التصرفات وقت الخلاف، وقت الضغط، وقت ما تكون محتاج حد. ساعتها بس هتشوف المعنى الحقيقي للناس. علم النفس بيأكد كمان على فكرة اسمها الحدس الاجتماعي، وهي قدرتنا على قراءة الناس من غير ما يقولوا حاجة بشكل مباشر. المهارة دي بتتقوى مع الوقت والخبرة والانتباه. طب ازاي نكتشف الشخص ده؟ واحد، تابع التصرفات مش الكلام. الكلام ممكن اي حد يقوله على فكرة، لكن التصرفات خصوصا تحت الضغط او في الخلاف هي المراية الحقيقية للشخص ده. تاني حاجة، خد وقتك. الناس اللي بتحاول تقرب بسرعة زيادة عن اللزوم دي علامة حمراء. العلاقات الطبيعية بتكبر بالتدريج مش بالاندفاع. 3، اسأل نفسك هل أنا مرتاح؟ مش مرتاح بس في كلامه، لا، مرتاح في وجوده، بيحترمك، بيشجعك، ولا دايما في مقارنة وتقييم. 4، خلي دايما في حدود. الناس المؤذية بتحب دايما تهد الحدود بسرعة عشان تعرف تدخل لحياتك بشكل أعمق. خليك واضح في حدودك وفي حياتك وفي احترامك لنفسك. 5 حاجة، استشر حد محايد. لما تبقى متلخبط اسأل واحد صاحبك عاقل أو متخصص نفسي. أوقات إحنا بنكون شايفين الصورة من زاوية واحدة بس. شخص بيقولك أنا دايما في ظهرك، اسند عليا، بس أول ما احتاجته فعلا اختفى أو قالك ما اقدرش دلوقتي. ده مؤشر الشخص الجد ما بيختفيش في اللحظات الحرجة. طب ازاي احمي نفسي؟ درب نفسك على ملاحظة الانماط السلوكية. ابني علاقاتك على الوقت والتجربة مش على الاعجاب السريع. اشتغل على نفسك، لان الناس المؤذية بتنجذب اكتر للي بيشك في نفسه او محتاج احتواء باي ثمن. وثق في احساسك الداخلي. دايما اول احساس بيكون فيه تحذير صغير، بس احنا ساعات بنتجاهله. في النهاية لازم تبقى عارف انك مش هتقدر تمنع كل الناس المؤذية من انها تحاول تدخل حياتك، بس تقدر تمنعهم من انهم يكملوا فيها. وده يبدأ من وعيك، من فهمك، من قدرتك على انك تقول لا في الوقت الصح. اوعى تدي قلبك للي مش قده، واوعى تسلم روحك للي مش بيصونها. لازم تبقى عارف انك المسؤول الاول عن نفسك. مفيش انذارات قبل الاذى، مفيش حد هيجيلك يحذرك قبل ما تتأذي. خد بالك من قلبك ومن طاقتك ومن قيمتك. ما تديهاش لحد قبل ما تشوف وشه الحقيقي، مش اللي بيختار انه يوريهولك. وما تنساش تعمل لايك، شير، وسبسكرايب. وما تنساش ان انا جايلك عشان اقول لك الضلمه. سلام.